لو انا كماركتير قررت اشتغل في الريل استيت كسيلز هعمل ده. مشكلة مجال الريل استيت في مصر ان كل الناس بتمشي على حاجات اتعملت من سنين. معظم الناس اللي شغالة سيلز بتحاول تعمل كل اللي بيتقال لهم بالنص، اللي هو انا مثلا هاخد 1000 او 2000 او 3000 مكالمة من شيت عشوائي في ارقام عشوائية، وافضل اجري وراهم واكلمهم على امل ان واحد فيهم يقول لي انا عايز امضي معاك او عايز اقابلك او عايز اعمل معاك ميتنج. خلينا متفقين ان ده سعي، وطبعا السعي مطلوب في كل المجالات، بس انا لو كواحد جاي ببيهيفير ماركتنج قررت اشتغل في الاندستري دي مش هشتغل بالطريقه دي خالص. وبدل ما هشتغل بالطريقه دي هحاول اعمل كونتنت اودي فاليو للكلاينتس اللي انا هشتغل معاهم او للكلاينتس اللي انا هتواصل معاهم. الفاليو دي مش ان انت تيجي تقول لي ان المقدم مش عارف 10% والاستلام على 5 سنين والاقساط على 30 سنه وكل الكلام الكليشيه اللي كده كده كل الشركات بتقوله وكل البروكرز بيقولوه. فانا هنا ايه اللي هيخليني اجي اشتغل معاك وما اشتغلش مع غيرك؟ ده سؤال مهم انت لازم تساله لنفسك. الحاجه التانيه ان انا اصلا كبروبرتي كونسلتنت انت دورك استشاري، يعني انت دورك ان انت تنصحني وتبقى انت المستشار بتاعي. ليه اخد مثلا الشقه دي او الفيلا دي او اي يونت ايا كان وما اخدش غيرها؟ طب ايه المميز فيها؟ طب انا لو عايز انفست في الحاجات دي ده هيعود عليا بايه؟ وازاي انفست صح؟ وازاي ما يضحكش عليا؟ ازاي ما يضحكش عليا من البروكرز او من الشركات؟ ازاي اضمن حقي 100%؟ مفيش ناس كتير بتقدم الكونتنت ده او بتروح للتوجه ده، وكل الناس بتتوجه للحل السهل، زي ان انا اعمل كولد كولز وانا اصلا مش عارف اوصل فيها لايه، او زي ان انا انزل شويه ديزاينز وحاجات على السوشيال ميديا بما اني بشوف كله بيعمل ده ويبقى اسمي بنزل محتوى على السوشيال ميديا. طيب هو اصلا الكلام ده صح؟ انا وجهة نظري ان الكلام ده مش صح، لان انت دلوقتي في مرحله العميل فيها بقى عنده وعي اكتر بكتير من زمان، او من ان هو يشتري يونت بملايين من مكالمة عشوائية. العميل دلوقتي محتاج يفهم يعني ايه استثمار عقاري، ويعني ايه لما اجي اختار عقار اختاره صح، ابقى ضامن ان انا ما بيضحكش عليا او بيتعمل عليا مصلحة علشان انت تطلع من ورايا كوميشن. فانا شايف ان المجال ده فيه فرصة كبيرة جدا ان ناس فيه تكون بروبرتي كونسلتنتس يكونوا مميزين عن طريق ان هم يقدموا كونتنت فيه فاليو، او عن طريق ان هم حتى لو مش هيقدموا كونتنت مثلا على السوشيال ميديا ان هم يتعاملوا مع اي كلاينت بيتواصلوا معاه، مش ان هم بيبيعوا له حاجة وعايزين يعملوا من وراه مصلحة او يحققوا من وراه تارجت او هكذا. يحاولوا فعلا يكونوا بيتعاملوا مع الموضوع ان الكلاينت ده محتاج يشوف فيك ان انت المستشار بتاعه، انت الشخص اللي بيوجهه ايه الصح وايه الغلط وازاي يعمل الصح وازاي يتجنب الغلط. فده باختصار انا لو كماركتير اشتغلت بكره في الريل استيت هعمله. وده عشان انا اطبقه هيحتاج مني طبعا وقت ومجهود، هيحتاج مني ان انا استفيد من كل تفصيلة اكون مذاكرها في اليونتس او في المكان اللي انا شغال فيه، علشان فعلا اللي انت محتاج توصل له الحاجات اللي انت شغال فيها دي هي ايه المميزات اللي فيها. انت لو هتشتري فيها ايه اللي هيخليك تشتري وايه اللي هيخليك تدفع فيها فلوس؟ لو انت طلعت الاجابات دي وقدمتها للعميل من غير اصلا ما تبيع له، صدقني ان العميل لو ما اشتراش منك النهارده كمان سنة واتنين وتلاتة واربعة لما يقرر يشتري انت اول واحد هتيجي في باله، لان هو دايما هيبقى فاكرك علشان انت اديت له قيمة او اديت له فاليو مفيش حد غيرك اداها له. فطبعا دي الفرصة اللي قدامي دلوقتي ان انا اعملها لو اشتغلت في الريل استيت، ان انا اشوف ايه كل الفاليوز اللي اقدر اديها في الحتة اللي انا هشتغل فيها او همسكها. وصدقني انا مش هسيب منها فتفوتة غير لما اديها للعميل واصيغها للعميل بالطريقه اللي تفيده. يعني باختصار انا لو اشتغلت في الريل استيت بكره كماركتير او ببيهيفير الماركتنج او السايكولوجيكال ماركتنج، الحاجه الوحيده اللي انا هعملها ازاي انفلونس في الشخص اللي قدامي ده.